بكاء أمير قطر بعد عتاب السيسي له. كلنا هنموت والمواقف هي اللي هتعيش. اعمل حاجة لشعبك، اقف معايا نساعد اخواتنا. الرئيس السيسي من وقت حضوره في آخر القمة في الرياض وهو يعتبر ضمير الأمة العربية كلها، كلامه مع حكام العرب صح جواهم القضية الفلسطينية. وبعد ما كانوا حاطين ايديهم في المية الباردة، الرئيس السيسي خلاهم يشيلوا القضية على كتافهم، ومستعد يسخر اقتصاد دولة قطر لصالح أهالي القطاع. وتعهد للرئيس السيسي إنه هيدعم أي موقف لمصر في حالة الأزمة الموجودة حاليا مهما كانت القرارات. الكلام ده حصل أثناء القمة العربية في الرياض واللي حضرها الرئيس السيسي، وكان غرضه من الحضور مش الكلام الدبلوماسي بس اللي هو عارف انه مش هيجيب اي نتيجة، وكان هدفه من الحضور انه يرجع حكام العرب لصوابهم ويفكرهم ان القضية مش قضية فلسطين لوحدها، دي قضية العرب كلهم. واهم كلام الرئيس السيسي ان التاريخ مش هيذكر غير الابطال اللي بيحموا بلدهم وبيخافوا على شعوبهم وبياخدوا مواقف. كلام الرئيس كان ولا زال حرك القيادات العربية كلها، وأمير قطر حط إيده في إيد الرئيس وقال له أنا معاك وليك كلمتك ومواقفك وأي حاجة هتعملها مصر. وكمان مش هتنسى إن الرئيس دولة الإمارات كان وطني وبيحب العرب كلهم، وكان مستحيل يقف يتفرج على اللي بيحصل وهو ساكت. لازم الإمارات وقيادتها يكونوا في قد المسؤولية، وبكده قدر الرئيس السيسي يوحد صفوف العرب كلهم، وتعهدوا انهم يحلوها ويقفوا جنب مصر في اي قرار تاخده. الرئيس السيسي يعاتب امير قطر على عدم دعمه للقضية وعدم تضامنه مع اخواتنا في القطاع، ورغم ان قطر قدمت مساعدات لكن الرئيس اكد انها مش كفاية. الناس بتموت وملهمش ذنب وملهمش حد غيرنا بعد ربنا، والكلام ده قلب المواقف تماما. أمير قطر كان قرب يبكي بعد حديث الرئيس السيسي وقال إنه مستعد يعمل أي حاجة، والقيادة العربية أول مرة بيتفقوا على حاجة بفضل الرئيس السيسي اللي كلهم حطوا إيديهم في إيده وقالوا له بنفوض مصر إنها تقود حل الأزمة وإحنا داعمين القرارات المصرية. ومن بعد القمة الأخير والقيادات المصرية بدأت في خطوة جادة لحل الأزمة، وأبرز الخطوات اللي اتكلمت عنها الصحف الأمريكية والصحف في تل أبيب، وقالوا إن مصر ناوية تدخل القطاع وتنقل المدنيين إلى منطقة الجنوب ويكون أهالي القطاع تحت الحماية المصرية، وهيتم فرض حظر طيران في الجنوب. طبعا القرار ده لو تم الأجواء هتكون مشتعلة جدا، لكن مصر هتوضح موقفها للمجتمع الدولي إن القوات اللي هتتواجد في جنوب القطاع هتكون للحماية فقط مش للهجوم. ولما الحرب اللي بين تل أبيب والحركة المسلحة في القطاع تخلص، الأهالي هيرجعوا من تاني لأماكنهم، وبكده يبقى اتمنع حقن الدماء الأبرياء ونزيف الدم الموجود في القطاع.